طب عاوزين نحط رساله عشان الناس تبقى فاهمه، لان بكره الناس كلها تجري على البوتوكس عشان تعمله عشان تشيل الصداع، وما ازيد الصداع. ويمكن الشركات ادويه اللي بتعمل دلوقتي دواء للصداع هتقفل. انا مش بقول كده، لكن امتى نلجا للبوتوكس بالفعل عشان نخلي الصداع يروح؟ عاوزين بس نقول او نقلله الصداع النصفي الزياده عن اللزوم. ويكون بان الدكتور يبدا يقول لها اللي بيعالجها او اللي متابعها خلاص الصداع ده هتتعايشي معاه، ولو جالك هتبداي تاخدي المسكنات. احنا بنديه عشان نقلل اخدانها للمسكن. يعني مش هروح لمجرد ان انا عندي صداع، لازم اعرف سببه وابدا في علاجه، والطبيب يقول والله انا هتعايش معاه فخليه. هو البوتوكس والفيلر مش رفاهيه يا فندم. انا بشوف دايما رايي الشخصي انهم اذا استخدموا استخدامهم الصحيح في وقتهم الصحيح زي ما بقول لحضرتك هم بيرجعوا بالسن في حته ثانيه خالص. طب لو استخدمناهم بافراط ايه النتيجه؟ مش هتكون الكلاينت مبسوطه. يعني هي مش هتكون احسن حاجه ابدا. اولا شكلها بدل ما هيصغر في السن هي هتلاقي نفسها بتكبر. عمل العكس. نقول حاجه برضه نقول حاجه عشان نكون واضحين. يعني البوتوكس زي ما قلت لحضرتك لو استخدم بافراط وبجرعات كبيره هيبتدي هو نفسه بدل ما يساعد على شد العضله هيجي اول ما المفعول يروح هتلاقي نفسها انها محتاجه تعمل تاني كل فترات اقل. وهتلاقي العضله بترتخي زي الادمان. وهتلاقي العضله هم بيعملوا ادمان حقيقي. هم بيعملوا ادمان لما بيظبطوا الشكل خلاص بتبقى السيده مستحيل تقول لها مش هحقنك خلاص كده مش هتسيبك في حالك.